يأجوج ومأجوج، هذا الحدث الذي يشغل الناس ليلا ونهارا. نحن في القرن ال21 على برنامج إيرث جوجل المتوفر عند الناس. الأرض موضحة بالشبر بالسنتيمتر، لا يمكن حي صغير أن نحيطه بسد ونعزله عن العالم. فكيف جيوش هائلة العدد والعدة؟ حتى الدول العظمى قوتها غير مخفية. هنالك الأسطول السادس والسابع، فيجب أن يكون تفكيرنا حضاري. نحن لا ننكر النص، لكن نعطيه هذا التحليل عن طريق الواقع. ورد هذا الكلام في سورتي الكهف وسورة الأنبياء. لماذا ورد في سورتين؟ القرآن الكريم دائما يعطي مصطلح، يعطي اسم. مثال، حينما قال تبت يدا أبي لهب لم يقل تبت يدا عبد العزى، هو اسمه عبد العزى. لو قال تبت يدا عبد العزى لكان عندما مات عبد العزى انتهت هذه الصورة. لكن حينما قال تبت يدا أبي لهب يقصد ظاهرة أبو لهب الموجودة حتى الآن. فكل إنسان ضد هذا الدين الحنيف هو يمثل أبو لهب. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لماذا قال فرعون لم يقل مثلا رمسيس الثاني؟ لأنه يقصد الظاهرة الفرعونية، أي الظاهرة التي تحارب الرسل والأنبياء. يأجوج ومأجوج هم ظاهرة لكل قوم شريرين. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فكل قوم مفسدون في الأرض يمكن أن يطلق عليهم اسم يأجوج ومأجوج. لماذا؟ من أجج النار وماج البحر. يأجوج ومأجوج يدل على الفوضى والهمجية والتخريب. ظهر هؤلاء القوم المفسدون على زمن ذي القرنين الذي هو قرش مؤسس الإمبراطورية الفارسية في مدينة بيرسيبوليس. قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين المائيين بحر قزوين والبحر الأسود، لكنه ساوى بين الصدفين بين سلسلتين جبليتين بين هذين البحرين. هم طلبوا منه بناء سد لكنه رفض. إذن لا يوجد سد بالأصل، هو جعل ردم. أجعل بينكم وبينهم ردما. هذا الردم هو معدني. تقول الآية الكريمة: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. إذن هو سلسلة من الكتل الحديدية ومغلفة بالنحاس. لكن هذا الردم انتهى عهده لقوله تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. القرآن أغلق هذا الموضوع تماما بسورة الكهف وأعاد سيرة الموضوع بسورة الأنبياء. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، لم يقل فتح على يأجوج ومأجوج. لو هنالك قوم مختبئين وراء السد يفترض أن تكون الآية: حتى إذا فتح على، نقول فتح علينا الباب، غير أن نقول فتح الباب. فالآية تقول حتى